بمناسبة اليوم رح بس نفكر ما هو الإيمان المسيحي. رح أقرأ من رومية 6 بعض الأعداد من رسالة رسول بولس إلى أهل رومية صح 6 ابتداء عدد 1. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود مستعبد أيضا للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا نحيا أيضا معه. آمين. ربنا يسوع نشكرك ونعظمك ونباركك لأنك يا رب أنت أتيت من سماك، تجسدت وأخذت جسد مثلنا لكي تموت على الصليب وتدفع ثمن خطايانا نحن وتلبسنا ثوب البر الذي أنت نسجته في حياتك على الأرض. ساعدنا يا رب لكي ندرك هذه الحقيقة، ندرك يا رب هويتنا في شخصك ونعيش إليك ولا نستحي بك كما أنك لم تستحي بنا ولكن جذبتنا إليك. ساعدنا يا رب لكي نفهم كلامك يا رب. أرجوك كلمنا جميعا يا رب، وتكلم مسامعين بالروح القدس لكي نسمع صوتك. باسم الرب يسوع المسيح نسأل، آمين. آمين. تفضل أحبائي. أول شيء كنت عم فكر فيه قديش في مفاهيم خاطئة عن المسيحية. بتذكر لما كنت في السعودية عم بشتغل في فترة معينة، لما بتسأل شخص من خلفية أخرى عن المسيحية، تعرف شو أول شيء بفكر؟ شو أول شيء بيخطر على باله؟ المسيحية إباحية، مسيحية حرية، مسيحية بتقدر تعمل اللي بدك إياه. لكن هل هي هذه المسيحية؟ هل هذه مسيحيتنا؟ نحن بنبشر بأنه الخلاص بالإيمان، الخلاص بالنعمة، الخلاص بعمل الرب يسوع المسيح من أجل كل واحد فينا. ولكن هذه ليست هي المسيحية. بغلاطيا بيقول فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد. مشكلتنا كمسيحيين بنحاول نتصرف وكأنه الحرية تسمح لنا بأنه نعيش حياتنا كما نحن نريد وكما هذا الجسد يتبع. ولكن الحرية التي لنا في المسيح ليست لممارسة الإباحية، ولكن لكي نعيش حياة القداسة التي يريدها منا الله. ببداية رومية 6 بيقول أفنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة. يعني عم بيحاول وبيقول إنه أنا كإنسان مؤمن، أنت عم بتقول لي كل ما ازدادت الخطية في نعمة أكبر حتى تقدر تغطي هالخطية، حتى تقدر تسامحني على الخطية، حتى تقدر تغفر لي خطاياي. بقول أوه ممتاز، إذا النعمة بتكتر مع كتر خطيتي فليش أنا ما بخطي؟ مشان النعمة تكبر. كأنه عم بيقول إنه أوكي، إذا كل ما زادت العتمة كل ما بين قوة الضوء أكثر حتى تقدر تنير في العتمة أكثر. فبيقول بما إنه نعمة الله تزداد بخطيتي، حلو، ما أنا عم بعمل إني خلي نعمة الله تزداد. وفي ناس أخطأوا بهذا المفهوم وعاشوا في تاريخ الكنيسة. لكن هيدي ليست المسيحية. بيقول حاشا حاشا، لازم ندرك ما معنى نفس مسيحي حتى تقدر تفهم هيدا التغيير الحقيقي اللي صار في القلب، اللي صار في الحياة، حتى تعرف أن المسيحية ليست دعوة للحرية الغير مقدسة، ولكن هي دعوة للقداسة، دعوة للحياة مع المسيح. ورح نشوف ببعض الآيات كيف أنه فعلا
نقدر ندرك دعوتنا إلى حياة القداسة. لأن كثيرين من المؤمنين بيحطوا النور اللي فيهم تحت المكيال، مشان هيك العالم ما بيشوف الحقيقة. وأنا ما بدي لوم العالم بشره إنه بيحكي علينا هيك، ولكن رح لوم المسيحيين اللي متمسكين في المسيح، اللي ما عم بيظهروا بر المسيح ونور المسيح في حياتهم، مشان هيك العالم لا يعرف المسيحيين. في بداية الكنيسة 12 تلميذ فتنوا المسكونة كلها، نحن أكثر من 12. هل نستطيع أن نعلن للعالم ما هي المسيحية الحقيقية وليست المسيحية بحسب التقليد أو بحسب أفكار لا ترضي الله؟ إذا أكثرنا نغلط عندما لا ندرك هويتنا ومركزنا في شخص المسيح. أول نقطة راح أحكي عنها، من هو المسيحي؟ من هو المسيحي؟ الإنسان المسيحي، إنسان مؤمن. قلت لي أنا آمنت، أنا مؤمن. شو معناتها إنسان مؤمن؟ هل معناتها أنت بالهوية مؤمن؟ هل أنت ورثت المسيحية من أب وأم أرضيين؟ أو هناك شيء أكثر؟ أبداً، المسيحية هي اتباع شخص المسيح. يعني بيقول الرب يقول لهم حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إذا بتفكر فيها، أول شيء المسيحية هي اتباع المسيح بشكل إرادي. يعني أنا أختار أن أتبع المسيح، ما في سيف على راسك، ما في شيء فوق راسك إنه يجبرك، ولكن أنت تختار هذا الطريق بنعمة الرب اللي بتعمل فيه، أنت تختار هذا الطريق. إذا هو عمل إرادي. ثاني شيء لازم إنكار لحياتك، إنكار لنفسك. شو يعني إنكار؟ يعني أنا موت، ما هيك؟ موت عن الذات، موت عن الرغبات، موت عن الأشياء الجسد. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود مستعبد أيضا للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا نحيا أيضا معه. آمين. ربنا يسوع نشكرك ونعظمك ونباركك، لأنك يا رب أنت أتيت من سماك، تجسدت وأخذت جسد مثلنا لكي تموت على الصليب وتدفع ثمن خطايانا نحن، وتلبسنا ثوب البر الذي أنت نسجته في حياتك على الأرض. ساعدنا يا رب لكي ندرك هذه الحقيقة، ندرك يا رب هويتنا في شخصك ونعيش إليك ولا نستحي بك كما أنك لم تستحي بنا ولكن جذبتنا إليك. ساعدنا يا رب لكي نفهم كلامك يا رب. أرجوك كلمنا جميعا يا رب، وتكلم وسامعين بالروح القدس لكي نسمع صوتك. باسم الرب يسوع المسيح نسأل، آمين. آمين. تفضل أحبائي. أول شيء كنت عم فكر فيه، قديش في مفاهيم خاطئة عن المسيحية. بتذكر لما كنت في السعودية عم بشتغل في فترة معينة، لما بتسأل شخص من خلفية أخرى عن المسيحية، تعرف شو أول شيء بيفكر؟ شو أول شيء بيخطر على باله؟ المسيحية إباحية، مسيحية حرية، المسيحية بتقدر تعمل اللي بدك إياه. لكن هل هي هذه المسيحية؟ هل هذه مسيحيتنا؟ نحن بنبشر بأنه الخلاص بالإيمان، الخلاص بالنعمة، الخلاص بعمل الرب يسوع المسيح من أجل كل واحد فينا. ولكن هذه ليست هي المسيحية. بغلاطيا بيقول: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد. مشكلتنا كمسيحيين
نحاول نتصرف وكأنه الحرية تسمح لنا بأنه نعيش حياتنا كما نحن نريد وكما هذا الجسد يتبع. ولكن الحرية التي لنا في المسيح ليست لممارسة الإباحية، ولكن لكي نعيش حياة القداسة التي يريدها منا الله. ببداية رومية 6 بيقول: أفنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة. يعني عم بيحاول وبيقول انه انا كانسان مؤمن، انت عم بتقول لي كل ما ازدادت الخطيه في نعمه اكبر حتى تقدر تغطي هالخطيه، حتى تقدر تسامحني على الخطيه، حتى تقدر تغفر لي خطاياي. بقول له ممتاز، اذا النعمه بتكتر مع كثر خطيتي، فليش انا ما بخطي؟ مشان النعمه تكبر. كانه عم بيقول انه اوكي، اذا كل ما زادت العتمه كل ما بين قوة الضوء أكثر حتى تقدر تنير في العتمة أكثر. فبيقول بما إنه نعمة الله تزداد بخطيتي، حلو، ما أنا عم بعمل إني خلي نعمة الله تزداد. وفي ناس أخطأوا بهذا المفهوم وعاشوا في تاريخ الكنيسة، لكن هيدي ليست المسيحية. بيقول حاشا حاشا، لازم ندرك ما معنى انك صرت مسيحي حتى تقدر تفهم هيدا التغيير الحقيقي اللي صار في القلب، اللي صار في الحياة، حتى تعرف أن المسيحية ليست دعوة للحرية الغير مقدسة، ولكن هي دعوة للقداسة، دعوة للحياة مع المسيح. ورح نشوف ببعض الآيات كيف أنه فعلا نقدر ندرك دعوتنا إلى حياة القداسة. لأن كثيرين من المؤمنين بيحطوا النور اللي فيهم تحت المكيال، مشان هيك العالم ما بيشوف الحقيقة. وأنا ما بدي لوم العالم بشره إنه بيحكي علينا هيك، ولكن رح لوم المسيحيين اللي متمسكين في المسيح، اللي ما عم بيظهروا بر المسيح ونور المسيح في حياتهم، مشان هيك العالم لا يعرف المسيحية. في بداية الكنيسة 12 تلميذ فدوا المسكونة كلها، نحن أكثر من 12. هل نستطيع أن نعلن للعالم ما هي المسيحية الحقيقية وليست المسيحية بحسب التقليد أو بحسب أفكار لا ترضي الله؟ إذن أكثرنا نغلط عندما لا ندرك هويتنا ومركزنا في شخص المسيح. أول نقطة رح أحكي عنها، من هو المسيحي؟ من هو المسيحي؟ الإنسان المسيحي، إنسان مؤمن. قلت لي أنا آمنت، أنا مؤمن. شو معناتها إنسان مؤمن؟ هل معناتها أنت بالهوية مؤمن؟ هل أنت ورثت المسيحية من أب وأم أرضيين؟ أو هناك شيء أكثر؟ أبداً، المسيحية هي اتباع شخص المسيح. يعني بيقول الرب يقول لهم حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إذا بتفكر فيها، أول شيء المسيحية هي اتباع المسيح بشكل إرادي. يعني أنا أختار أن أتبع المسيح، ما في سيف على راسك، ما في شيء فوق راسك أنه يجبرك، ولكن أنت تختار هذا الطريق بنعمة الرب اللي بتعمل فيه، أنت تختار هذا الطريق. إذا هو عمل إرادي. ثاني شيء لازم إنكار لحياتك، إنكار لنفسك. شو يعني إنكار؟ يعني أنا موت، ما هيك؟ موت عن الذات، موت عن الرغبات، موت عن الأشياء الجسدية اللي في حياتي. ليش؟ لأنه لما أنا بنكر ذاتي فأنا أدرك تماماً بأنه أنا مت مع المسيح، وبالتالي في هناك إدارة جديدة لحياتي، هناك مدير جديد، هناك قائد جديد. أول شيء أنا كنت بتصرف مثل ما أنا بدي، ولكن لما أنا بقبل المسيح أنا بصير مسيحي، أنا بصير أتصرف مثل ما القائد الجديد لحياتي يريد. هذه قيادة جديدة. تذكروا أحيانا بيكون مثلا في مطعم خربان ما عم بيشتغل، بيجي واحد ثاني بياخذه بيصلحه. كان في حتى كان في على التي في كان بروجرام هيك بيصلح المطعم وبيظبطه وبيكتب عليه من فوق شو؟ نيو مانجمنت، تحت إدارة جديدة. ما هيك؟ أنت لما بتصير مسيحي تكتب هون تحت إدارة جديدة. ما بقى سهيل هو القائد نفسه، ولكن أنا أخضع لقيادة الرب يسوع المسيح في حياتي.
هذا معناتها انكر ذاتي. انت مالك مسيحي متمسك في المسيح اذا انت عايش بذاتك تصنع رغباتك، ولكن تدرك انه هناك قياده اخرى انت اعطيته القياده، لانه العالم اعطى القياده لابليس، ولكن كمؤمنين اعطينا القياده للرب يسوع المسيح في حياتنا. ويحمل صليبه يعني يحسب حساب النفقه، مش اذا واحد ازاد بكلمه تيجي تقول انا خلص بطلت. تذكروا رساله عبرانيين درسناها، هدف الرساله كلها هو يقول لهم للناس اللي من خلفيه يهوديه قبلوا الرب يسوع المسيح وبسبب الاضطهاد بدهم يرجعوا عن المسيح لليهوديه. بيقول لهم هو طول بالك، انت شو عم تعمل؟ انت عارف شو عم تعمل؟ ليش بدهم يرجعوا؟ لانه شوي انقرصوا، شوي صار ضيق، شوي صار تهديد على حياتهم. لكن لما بيقول حساب النفقه فيري امبورتنت، لازم نفهم ان انت لما بتحط ايدك على المحراب ما بتطلع لورا، انت عارف انه في ضيق. الرب ما وعدنا بطريق مفروش بالورود، ولكن وعدنا بطريق انه هو يكون معنا وين ما كنا، وهيدا اعظم وعد من الله، انه هو ماشي معنا كل الطريق ويتبعني تغيير في اتجاه حياتنا. اذا المسيحي هو الذي يتبع المسيح، هو الذي ينكر ذاته ويمشي خلف المسيح خطوه خطوه، هو الذي يؤمن بتجسد الله في الجسد، الرب يسوع المسيح، وموته ودفنه وقيامته من اجلنا نحن الخطاة. بكورنثوس شوف شو بيقول: واعرفكم ايها الاخوه بالانجيل. شو يعني الانجيل؟ خبر السار، بشرى الساره، بدي اعرفكم بهذه البشرى. وقبلتموه بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. شو يعني قبلتموه؟ يعني قبلتوا هذه البشاره وتقومون فيه، يعني انتم ماشيين بحسب اليوم، انتم ماشيين فيها. طب شو هي؟ وبه ايضا اذا خلاصنا هو هيك. بيقول انا ما كملت مشان المحل، لكن بيقول الا اذا كنتم قد امنتم عبثا، يعني ايمانكم كان مجرد اقوال، مجرد كلمات رنانه، مجرد شيء انت بتحب حكيته. اذا انت بتامن بس مجرد انك انت حابب جماعه معينه او حابب طريقه حياه معينه او الناس تقول عنك انت كويس، معناتها انت ما امن. لانه عم بيقول انا بقول شو البشاره، فانني تسلمت من الرب فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. يعني انت يا انسان خاطئ وكل انسان خاطئ، مشان كلمه الرب بتقول الجميع مع بعض، الجميع اخطاوا وعوزهم، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. ما في حدا على راسه شيء، كلياتنا ولدنا بالخطيه. اذا اول شيء المسيح دفع ثمن خطيتي على الصليب. اذا هو مات على الصليب مش مجرد شهيد، ولكن ليحمل خطيتي انا. وهيك كان مكتوب، هذا كان وعد الله في خلاص الانسان. اذا حمل خطيتنا وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. اذا ما ضل ميت، ولكن في قيامه، في قيامه جديده. وبعدين برهان القيامه انه ظهر لقديسين كثيرين في زمانهم كانوا موجودين. اذا المسيحيه هي ان ادرك تماما ايماني في شخص المسيح وايماني في عمل المسيح، وبالتالي هو اختياري او اتباعي لشخص الرب يسوع المسيح، تغيير جذري في اتجاه حياتي اللي انا ماشي فيها. هيدا المسيحي. طيب شوف، انا عم بتبع المسيح، انا سلمت المسيح كل حياتي. مين هو المسيح حتى انا سلمه كل مستقبلي وابديتي واولادي وحياتي كلها؟ من هو المسيح اللي انا سلمته كل شيء؟ بيوحنا كلمات رائعه، الحقيقه ما قدرت لاقي تعبير عنها، ما راح اقدر اشرحها، ما في انسان راح يقدر يشرحها. يوحنا الاولى ببعض الاعداد من 1 ل 14 او 15 ما راح حدا يقدر يشرحها مضبوط، لانه فعلا فكر الله بالنسبه للانسان. بيقول في البدء، خلونا مع بعض، في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. لما عم بيحكي عن الكلمه هون مش عم بيحكي عليها كالكلمه المكتوبه، ولكن عم بيحكي عنها الكلمه الحيه اللي خلقت الارض. الله خلق الكون كيف؟
بكلمة. هيدي نفس الكلمة اللي هو شخص الرب يسوع المسيح، هو الذي عبر عن قلب الله الآب لنا. هيدي الكلمة مكتوبة هي لوغوس، مش هي ريما. ريما هي الكلمة المكتوبة المعبر عنها، ولكن لوغوس هي الكلمة الخلاقة، الكلمة اللي تبني، الكلمة اللي خلقت الكون موجودة. مشان هيك هو شخص الرب يسوع المسيح. إذا في البدء شيل كلمة الكلمة وحط بدها ليسوع. خلينا مع بعض نقولها. في البدء كان يسوع، ويسوع كان عند الله، وكان يسوع الله. هو كان هناك في البدء، هو الله. نحن نؤمن كمسيحيين بالثالوث، ما هيك شيء يعني الثالوث؟ يعني نؤمن بالله آب، الله الابن، الله الروح القدس. مش شوف هن ثلاث أقانيم في إله واحد، مش نؤمن بثلاث آلهة، ولكن نؤمن بإله واحد، ولكن في ثلاث أقانيم. الله عبر عن ذاته بهالطريقة. هو أنا هيك، هو عبر عن ذاته بهذه الطريقة. إذا الله عبر لنا، إجا من السماء حتى يقول لنا مين هو، حتى يخبرنا، لأنه كلها تبعدنا. الأنبياء إجوا وما قدروا يعبروا تعبير كامل عن شخص الله، ولكن بعبرانيين 1 تتذكروا شو بيقول؟ الله بعدما كلم الآباء الأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، شو عمل بعدين؟ كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بإذنه. إذا هو كلمة الله. شو يعني كلمة الله؟ يعني عبر عن قلب الله لنا. مين هو الرب يسوع المسيح؟ من هو المسيح؟ هو الله اللي ظهر في الجسد، هو خالق الكون، هو وجوده قبل الكون. الله ما له بداية أيام ولا نهاية أيام، هو خالق كل شيء ومصدر كل شيء. كل شيء شو بيكمل بيوحنا 1؟ كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. شوف هلا شو دي هو بيجيب لك اوكي، هو من اول خليقه بعدين هو خلق، بيفكروا هيك، لكن شوف الآية شو بتقول؟ وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني الاشياء اللي خلقت كلها، كل الاشياء اللي خلقت هو اللي خلقها، ما هو مش مخلوق. وهذا ايماننا المسيحي، ما هيك؟ ايماننا المسيحي هو الله الموجود بذاته، الله الحي. إذا مسيحنا هو اللي خلق كل شيء، هو اللي كون كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني كل ما بتشوفه من الكون هو خلقه من العدم. بكلمة الله خلق كل شيء. هو الطريق والحق والحياة، فيه كانت الحياة، كلها بيوحنا 1. والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. يا للأسف إنه الظلمة اللي عايشين فيها العالم لم يدركوا. الله ينادي، يريد أن نأتي إليه، ولكن الظلمة لم. هو مصدر الحياة، هو مصدر النور. بيقول بيوحنا 3:19 بيقول هذه هي الدينونة، أن النور جاء إلى العالم، بعدين العالم شو عمل؟ أحب الظلمة أكثر. هلا تقول له الواحد عن القيم المسيحية لك ممتاز، المحبة حلوة كثير، حقه يعني ما بقول لك هذا غلط، ولكن حق أن يختار الظلمة أكثر من النور. إذا الخطية هي فعلا بالميزان، هل تحب الله أكثر من الخطية؟ هل تحب أن تطيع الله أكثر من أن تطيع شهوات الجسد؟ وين أنت بتوقف؟ هذا الدافع جواتك، المحبة اللي الله بيكونها فينا، هو الطريق الذي يوصلنا إلى شخص الله الآب. ما في شيء ثاني يضمن أبدية، أحبائي، ما في شيء في الكون يضمن أبديتك، ولكن يوجد شخص، الرب يسوع المسيح، الذي يستطيع أن يضمن لنا الأبدية. عشان هيك بتفكر فيه. إذا بتسألك شخص وين راح تروح بعد الموت، إذا بيكون جوابك عسى ولعل، مش راح تعيد حساباتك، مش راح تفكر طب ليش اجى المسيح؟ مش راح تفكر وين بتوقف انت في الميزان. اذا انت مع المسيح بتصدق المسيح، هو قال اذا بتآمن فيني لك حياه ابديه. باعمال الرسل بيقول 4 بيقول وليس باحد غيري الخلاص،
لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ما في طريقين، ما في طريق إلا الحياة الأبدية. الرب يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة، مش هو الطريق ولكن هو الطريق، مش هو حياة لكن هو الحياة، مش هو بس نور ولكن هو النور الحقيقي، النور اللي كان موجود قبل ما يخلق الشمس. كان في نور، نور الله. بالرؤيا بيقول ما محتاجين لشمس وقمر، ليش؟ لأن الله هو النور فيها. هناك نور إلهي عظيم، هو نور طريقنا، نور حياتنا، نور قلوبنا. هيدا هو شخص الرب يسوع المسيح. اوكي، والآن شو هي المسيحية؟ هي اتحاد المسيحي مع المسيح. هو اتحاد، هو التصاق، هو أن نتحد نحن البشر الضعفاء مع الرب يسوع المسيح القدوس. تدري كيف ممكن أن يصير في اتحاد بين الإنسان الخاطئ وبين الله القدوس؟ لأن دم يسوع طهرنا من كل خطيئة، غسلنا. ما في اتحاد بين النور والظلمة، لا يمكن بين إبليس وبين المسيح. ما هيك بيقول الكتاب؟ ما في اتحاد. لما بيجي النور شو بصير بالظلمة؟ تختفي. الظلمة ما بتروح بالعياط وبالصريخ بتجيب عصا وتضرب الظلمة، ادخل على غرفة بضلك تضرب فيها للصبح، ضلك عيط للصبح، شو راح يصير؟ لكن هناك ضوء صغير لازم يشعل النور اللي بيخلي الظلمة تروح. هيدا نور المسيح بيخلي الظلمة من الحياة تروح، يكشف لنا. ما هيك؟ بيقول الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. هو اللي حط الضوء قدامنا، هو اللي نور طريقنا، هو اللي غير حياتنا، هو اللي ضمن لنا الحياة الأبدية. مشان هيك بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة. ما في نبي، ما في شخص بالكون، ما في فلسفة، ما في شخص في كل تاريخ البشرية بيقولوا تعالوا إلي. كلهم بيقولوا اعمل هيك، روح لعند فلان، اعمل الواحد اثنين ثلاثة، اعمل الخمس واجبات، اعمل العشر وصايا، اعمل. قلت لك طب أنا بعرف بس أنا مش قادر أعمل. ولكن شخص الرب يسوع المسيح بيمد إيده عليك وبيقول لك أنا قادر، أنا انتصرت على الموت، أنا انتصرت على الخطية، أنا عشت حياة القداسة وأنت معي. هذا الاتحاد هو اتحاد مع المسيح. كل من المسيح صار لنا، انتصار المسيح صار انتصارنا، حياة المسيح حسبت لنا. هيدا ثوب البر اللي نسجه الرب يسوع المسيح وحسب لنا. هيدا معناتها أسماءنا كتبت في سفر الحياة. شو يعني سفر الحياة؟ سفر حياة الخروف، حياة الرب يسوع المسيح. فحياتي انشال السفر تبعي اللي كله غلط وخطية ونحط اسمي مع شخص الرب يسوع المسيح، وكأنه أنا قدست في شخص الرب يسوع المسيح. هيدا المسيح، هيدا اتحادي مع المسيح. هو الوارث وبجدارة أصبح الوارث، وبالتالي شاركني معه في وراثة الحياة الأبدية. أخذني معه ودخلني معه. يقول لأنه كلنا صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. الإيمان الحقيقي هو موت عن الذات وحياة المسيح تظهر في هذا الاتحاد. هذا اتحادنا مع المسيح، موت عن الذات. يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. يعني صار في توب جديد، صار في حياة جديدة. هذا معناته اتحادنا مع المسيح. عرف هويتك، ما تقدر تمشي في العالم هيك زمانك عارف مين أنت، ولكن مسكين الإنسان اللي بيعيش بعكس هويته مع المسيح، خاصة كمسيحي بيصير مثل لوط. شو مكتوب عن لوط؟ كان يعذب نفسه البارة،
يعني لو ما مكتوب بهالجمله يمكن انها نط على جهنم، انها ما بنعرف وين راحوا. لكن لانه الرب بيكتب بالكتاب انه كان يعذب نفسه البارة، مشان هيك بنقول انه هو فعلا عاش حياه متقلقله، متقلبه في حياته. كمسيحيين مش لازم نعيش حياه متقلبه، لكن نعرف مين نحن، نعرف هويتنا، اتحادنا مع شخص المسيح، نعرف انه كل شيء نسقط كل شيء. مشان هيك بيقول اطلب اليكم برحمه الله ايها الاحباء ان تقدموا مع بعض، ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه. اذا تقدم ذبيحه، بس ذبيحتك حي. هيدي المسيحيه. كل ما قامت عن المذبح قول لا يا سيد رجع على المذبح، انت ميت، خلي المسيح يعيش فيك. كلياتنا بنغلط، كلياتنا بنحاول نطلع من المذبح، لكن رجع يا رب انا مشانك مش مشاني، انا مش قادر لكن انت قادر فيني، انت اللي بتعمل فيني. الانسان القديم قد مات، فمشان هيك بيقول نسلك في جدة الحياة، نسلك في الحياة الجديدة اللي اعطانا اياها. وهيدي المعمودية ما ترمز له. هيدي نفس المعمودية. المعمودية ترمز عن الدفن والقيامة. ماذا تعني المعمودية؟ هي الصورة التي تظهر ما حدث بداخل الإنسان، التغيير الحقيقي. مثل بتحط صورة هي مش الحقيقة، لكن هي تعلن للناس اللي مش شايفين شو صار جوا، شو عم بيصير جوا. هي المعمودية. المعمودية هي إعلان اتحادنا مع المسيح في موته وقيامته. كلمة معمودية بابتزم هي جاية من التخطيص، ما هيك؟ وكانوا يستعملوها بتذكروا لشو؟ ليعملوا الصبغ، يصبغوا الألوان. هيك صار هذا معناته اتحادنا مع المسيح. لما أنا أكون مثلا أسود وبدي غير لوني يصير أحمر أو يصير أبيض، فبيجيبوا الطصر وبيحطوا فيه الصبغة الحمراء أو الصبغة البيضاء، وبيجي البلوزة هاي الحلوة الوسخة وبينطسوها. إذا ضل شيء فوق شو بصير؟ إذا ضل شيء فوق ما بيتغير لونه، لكن بتتغطس بالمي وبتطلع. لما بتطلع كيف بتطلع؟ لونها شو؟ لونها حسب الصبغة. اتحادي مع المسيح لوني كيف راح يكون؟ لوني شو هو؟ لون المسيح، حياة المسيح. هيدا الدستور تبعنا. ألواننا تتغير كمسيحيين، مشان هيك العالم مش فاهمان شو المسيحية، لأنه ما في مسيحيين ماشيين صح بالأيام. نمشي حسب فكر المسيح، لا نستحي بالمسيح. خلي لوننا يتغير، خلينا صبغتنا نصطبغ بالمسيح. هيدا معناتها اتحاد في المسيح، نتحد معه في كل شيء. إذا المعمودية هي إعلان لهيدا التغيير اللي صار جوات القلب للملأ العالم كله. هي إعلان عن تغيير في طبيعتي القديمة، موت طبيعتي القديمة وحياة طبيعتي الجديدة. هي الصورة التي تظهر التغيير الحقيقي. مشان هيك بكولوسي بيقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها وقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي قامه من الأموات. إذن الخلاص بالإيمان، وأما المعمودية هي إعلان عن هذا الموت والقيام مع المسيح. المعمودية هي إعلان قدام الملأ أني ما أستحي في مسيحي، ما أستحي باللي عمله الرب يسوع المسيح في حياتي. هي إعلان الجميع عن ما فعله الرب يسوع المسيح. هو إعلان أني أنا أخذت هوية جديدة، أخذت الثوب جديد، أخذت لباس جديد، لا تستحي فيه. تعرف، خليني أسألكم سؤال. اللي أخذوا جنسيات أمريكية ما بتروح بتخبر بتحتفل بتقول أخذت جنسية، برافو أخذت جنسية أمريكية، صار عندك الحق أنك تكون أمريكي، صرت تقدر تسافر وتروح وتيجي كشخص أمريكي. ليش؟ على شو فرحان؟ منتسب لدولة قوية؟ منتسب لدولة إلى قيمة؟ منتسب إنه راح يطلع لك بعدين مصاري بس تتقاعد؟ على شو فرحان؟ جنسيتك السماوية تحقق لك حياة أبدية مع المسيح. ولا جنسية في الكون تقدر تعمل هيك، ولا شيء في الكون بيعطيك هذا الحق. ولكن جنسيتنا هويتنا السماوية بتغيرنا. لكن احنا شو بنعمل بجنسيتنا السماوية؟ بنخبيها، ما بدنا اياها تبين. نستحي شو راح يقولوا عنا قرايبينا، شو راح يقولوا عنا الناس. انت صرت من هدول المؤمنين، صرت هيدا نخبي هويتك. الرب يساعدنا
ما نخبي حالنا. دور المؤمن اليوم أن يفتخر ويرفع هويته واتحاده مع المسيح. ما تخاف. من شو خايف؟ ما تخاف شيء، العالم شو بيقدر يعمل معك؟ تجوع يوم يومين؟ ما تاخذ فرنجين زيادة؟ بلا. إلك ملكوت هناك عند الرب. شوف شو بيقول بعبرانيين. الرب ما استحى فينا اخوتي احبائي، هو اللي لازم يستحي فينا، هو القدوس ونحن الزفت تراب خضار. لما بكون عندك شخص في العيله على دراجز وتعبان تستحي فيه، ما هيك؟ تستحي فيه انك تقول مثلا هيدا خيي او هذا قرايبي. لما يكون شخص كويس بتقول واو هيدا انا بعرفه، حتى لو ما هو قرايبك بتصير قرايبك، بتصير تقول انا بعرف هذا الشخص، هذا شخص عظيم انا بعرفه منيح، وبتكون يمكن حكي معه مره. ليش؟ لانه شخص له قيمه في المجتمع. لكن نحن الزفت التراب الوسخين الخطاب، رب الارباب القدوس يسوع ما استحى فينا. بيقول بعبرانيين 2 لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوه قائلا اخبر باسمك يا اخوتي. خلانا نصير اخواته، خلانا نتحد معه. بس تاكدوا تمام اخواتي، لما الرب يسوع يلمس الابرص ما بينعدي هو، ولكن الابرص يشفى. لما لمسنا نحن الخطاة مش هو الخطية تأثر عليه، ولكن قداسته بتأثر علينا وبيغير حياتنا. أحبائي، لا نستحي بمسيحنا ولا بمسيحيتنا. بمطلس 8 بيقول لأن من استحى بي وبكلامي بهذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. هل نخجل من الرب يسوع لما بيجي؟ ولا بنرفع رؤوسنا ناطرين يجي؟ أحبائي تذكروا معي لما قلنا الرب يسوع المسيح صرنا متحدين معه. أصبحت متحدا مع شخص المسيح. العالم يرى المسيح من خلالك. فكيف الصورة اللي تعطيها للعالم عن المسيح؟ هل تولد مفاهيم خاطئة؟ أو فعلا بيقولوا هي المسيحية الحقيقية؟ لا تستحي في مسيحك فهو لن ولم يستحي فينا. آمين؟